السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. معانا النهارده بقى كحك العيد. فاضل كام يوم والعيد على الابواب، واسعار الكحك بقت في السما، والسمنه بقت في السما. كل حاجه خلاص طارت بقى، مش عارفين نرجعها تاني. ازاي بقى انا جيت كده قلت بقى ازاي بقى ان انا اروح اشتري الكحك كده بالشيء الفلاني و... وادفع اسعار هنا واسعار هنا والدنيا كده بقت مش مظبوطه. جيت انا قلت بقى ب 8 كيلو كحك من بره انا هعمل وريمي الكحك من عندنا، وبصباحة سمنه من بتاعه الغلابه، وبرضو بمكونات الغلابه برضو، ما انا برضو من الغلابه برضو. جيت اخدت جبت صفحه سمنه، وجبت قالب زبده، وجبت ريحه السمنه البلدي، وقلت لازم اعمل الكحك بالسمنه البلدي، واخلي الكل يحلف انه سمنه بلدي. والحمد لله بفضل الله طلع معايا الجمال ده والقمر ده. كنتش متوقعه ابدا ان هو يطلع بالشكل ده وبالطعامه دي، تحفه تحفه بجد. وندمت كل السنين اللي فاتت دي اني ما عملت الكحك في البيت. جبت معايا كده هنا، انت عارف بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول، ونجيب قالب الزبده بتاعنا القمر ده، نسيحه عشان اقدر اصفي منه اخد منه السمنه الصافي، عشان اقدر اوزنها، عشان اقدر اطلع المعيار بتاعي صح. السمنه الكحك الصح يبقى بالسمنه المقدوحه. قدحت صفحة السمنة دي كيلو ونص، وكيلو الزبدة معايا برضو اداني برضو كيلو الا ربع. يبقى كده انا معايا 2 كيلو الا ربع، معايا 3 كيلو دقيق ونص. هنخلهم. نخل الدقيق ده اهم خطوة في الشغل، لازم الدقيق ده يتنخل. ولو الاحسن كمان ممكن في ناس بتنخل مرة واثنين وثلاثة واربعة. كل كيلو دقيق هحط له نص كوباية مية ونص كوباية لبن. واللي مش عايز يحط لبن ما يحطش، يحط كوبايه ميه عادي. وهحط لكل كيلو دقيق معلقه سكر. و... وعلى الكميه دي كلها هحط معلقتين خميره، معلقتين خميره فوريه. هقلبهم كده ببعضهم كده وهسيبهم يختمروا. هحط اللبن على الخميره على 4 معالق سكر، واركنهم كده لحد ما يختمروا. واجيب الدقيق بتاعي، وعلى الناشف كده احط ريحه السمنه البلدي. معايا ازازتين صغيرين احط عليهم ريحه السمنه البلدي، واحط عليهم معايا برضو كم معلقه محلب، معلقتين، حوالي معلقتين محلب. واحط هنا 3 ذرات ملح، مش شويه ملح. انا السمنه معايا اتحاها يعني بمعنى غلت، وسبتها هدت شويه وحطيتها على الدقيق. هدت شويه ده بتاع دقيقتين 3 4 بس مش اكتر، لان اللي انا بسوي الدقيق بالسمنه علشان الكحك يعيش معايا ويبقى جميل. لازم اسويه بالسمنه. معايا السمسم بتاعي سمسم احمر مقدوح. حطيت لكل كيلو دقيق معلقتين 2 سمسم، معلقتين اكل، معلقتين كبار. واسيبهم يتبستوا كده في العجانه بالشكل ده طبعا. ومعايا كده البيكنج باودر بتاعي. انا بسيت الدقيق على قد ما قدرت، البس ان شاء الله اقعد ابس نص ساعه الدقيق في السمنه مفيش مشكله. لكن من بعد ما احط الخميره باللبن والسوائل بتاعتي، ما فيش اكتر من دقيقتين 2 في العجانه. لو عجانه حطيت المحلب ما حطيتوش من السوائل الجافه، لان المحلب بيغمق العجينه. فهحطه مع السوائل. حطيته بالشكل ده مع السوائل، وقلبت، ما قلبتش اكتر من دقيقتين، علشان انا عايزه بس العجينه تشرب السائل، مش عايزاها لا تتلت ولا تتعجن. لو لتيت وعجنت هتنشف مني، وهتبقى عامله زي العيش كده بالظبط. تبقى ناشفه زي العيش، وما يبانش فيها سمنه ولا يبان فيها اي مكونات. والله يا جماعه الكحك ده طلع من اروع الكحك اللي عملته. هنا كده انا زودت كمان شويه ميه، لان انا حاطه 3 كيلو ونص. فانا زودت. انا بص العجينه بتاعتي مش عايزه اقول ملبن، يعني ده هي احسن من الملبن كمان، واجمل من الملبن كمان. قلبتها كده بالشكل ده. انا عجنتها بعد السوائل دقيقتين 2 بس، يا دوبك شربت السوائل بس. هغطيها بقى كده، احطها في صينيتي كده، ما عنديش حاجه كبيره احطها فيها متاحه تحت ايدي يعني. هحطها كده في الصينيه بتاعتي كده، وهقوم مغطيها بالمشمع، واحجب عنها الهواء خالص، يعني بمعنى ادفيها يعني عشان ما تنشفش. وكل ما عاوزه اطلع منها بعد الخمر بطلع حته بحته وهي متغطيه عشان ما تنشفش مني. كيلو من الملبن هجيبه كده اعجنه بايدي
بمعلقتين دقيق. هدني اعجن فيه كده لحد ما ابدا اخليه يعني زي اخليه كده زي مش عايزه اقول بقى زي الملبن. هعجنه كده بمعلقتين سمنه بالطريقه دي كده لحد ما يبقى معايا كده سائل كده، واقدر اكور على ايدي. هنا كده بقى دنيت اعجنه 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 لحد ما حسيت ان هو خلع من ايدي خالص، وجيت كورته كده. السمنه البلدي طبعا بتغير طعمه تماما، بتخلي انا كنت بحشه من ايد عيالي بالعافيه ومن ايدي انا كمان. طول ما انا كنت بكور فيه كنت باكل فيه. طبعا هو طبعا السمنه البلدي اللي يعلى عليها طبعا. بس هنعمل ايه بقى في الغلا اللي احنا فيه ده؟ هنا بقى كده الملبن بيتكور معايا بكل سهوله. انا بس بكوره عشان اسهل على نفسي واكسب وقت، وعشان يبقى سهل معايا في الاستخدام. طبعا يا جماعه ربنا يرحمنا برحمته. السمنه البلدي طبعا انتوا عارفين، كلكم عارفين ان الكيلو عدى 250 جنيه. ده العاديه كمان. لو بتجيبيها من بيت فلاحين او مثلا هتجيبيها انت وتسيحيها، طبعا الزبده الكيلو بقت دلوقتي ب 200 جنيه. وعلى ما تسيحيها الكيلو مش كيلو، حوالي حط معايا نص كيلو. يعني حبه كعك زي دول مثلا لما اجي اعمل لهم شويه سمنه يعدوا مثلا 700 800 جنيه. انا هنا كنت قطعت، جربت قعدت مع نفسي كده وجربت قطعت اول صاج عشان اشوف الدنيا معايا ماشيه ازاي. جربت الاول الصاج الاول وقلت ابدا بقى تقطيع. انا هنا كده كنت بجرب اعمل كحكه مدوره. انا عامله عجميه يا جماعه بس ما نجحتش معايا. العسل مش مظبوط. انا مش الغلط معايا، انا كنت مصوراها ولما ما ظبطتش معايا ما رضيتش انزلها. انا عملت الكحكه بالشكل ده اهوت، كحكه صغيره عشان ولادي شبطانين عايزين كحك، عشان احنا بنقول كحك العيد كحك العيد. فقالوا لي يا ماما اعملي لنا كحك مدور. فعملت مدور بالشكل ده. عملت لهم كم واحده كده تفرحوا. لكن طبعا انا مش فاضيه ان انا اقعد اعمل كده. هجيب بقى العجينه بتاعتي كده بدمكها في ايدي كده واتك عليها من النص كده، اعمل لها حفره واقوم حاطه فيها الكحكايه. انا طبعا جايبه عين جمل وجايبه بندق، مقشره البندق وعن الجمل. عين الجمل لا مش بتقشر. وبحط حته الملبنيه وبحط فيها حته عين جمل. وواحده تانية احط برضو حته الملبنيه واحط حته واحده بندق. ده طبعا بينقل طعم الكحك في حته تانية خالص. ده بقى الكحك كيلو ب 400 جنيه، وده احسن منه طبعا. ده اللي بيت يعني ده بيتي بقى نظافه وصنعه وجمال وشغل بالشكل ده. لا يسوى اكتر من كده بكتير. بصوا بقى العجينه جميله ازاي وعاملاها سمينه وحلوه. والنقشه كده بنقشها بالطريقه دي كده بكل سهوله المنقاش ده بينباع عند اي حد، سهل خالص. كل اللي انا عملته بالعجميه يا جماعه، انا عملت العجميه ديت بعسل النحل. العجميه طبعا بنعمل بنقدح معلقه سمنه ومعلقه دقيق ونحط لها مثلا برطمان عسل نحل. بس للاسف تقريبا العسل ما يخصوش، فعشان كده طلعت مني ناشفه. كانت في الاول لينه وبعد كده لقيتها نشفت مني، فحذفت المقطع بتاعها خالص. بس وانا بشتغل كانت قدامي، كنت على امل انها تبقى كويسه. عملت تاني برضو كحك مدور كده بالشكل ده ونقشته اهوت بكل سهوله خالص. ببرمه كده بكل سهوله، مفيش بينه اي مشكله. بمسك العجينه كده برضو بكورها بالشكل ده برضو اهوت. وهو دي احسن تقطيعه واسهل تقطيعه وسهل على اي حد يعملها، بنات او كبار او صغار. او بلمها ببعضها كده، ما بعملش في اي حاجه. هو كله بكف ايدي، في بطن كف ايدي كده، واقوم مكوراها وهي طريه، واقوم جايه نازله عليها بالمنقاش. بتطلع معايا شكل الكوره، ولا ببطط ولا بلم ولا بعمل ولا اي حاجه. واقوم واخداها بالمنقاش كده من على الاطراف، بعملها باي شكل سهله خالص بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. دي كانت كميه كبيره معايا وخلصناها في وقت مش قادره اقول لكم، يعني بصراحه ما خدتش وقت ولا حاجه. فاللي بيعمل كيلو برضو، اللي بيعمل كيلو برضو الكيلو سهل جدا ما بياخدش اي وقت. في ناس طبعا بتعمل كيلو بيحط معاه 2 كيلو، الكيلو الكحك بيحط 2 كيلو على طول. شايفين ما شاء الله سهله بكل سهوله، ما فيهاش اي افتكاسات. اهي العجينه بس تطلع كده وانا اقوم ملمنها بس ببعضها كده. لما اكون انا هفرد مثلا كحك عجل،
بقوم جايه ماسكاها كده انا عشان احشيها بربطها كده، فاقوم حاطه فيها الملبن كده زي ما انتم شايفين. انا عملت واحده كام واحده بالعجميه، وبعمل بالملبن، وبحط له فرافيت عين جمل مفرفت او من غير، مش مشكله، بتمشي معايا كده او كده. بس الاحسن يعني الاحسن للكحك ده بالذات ان احنا نعمله ساده. انا عملته كده بالملبن وبيبقى مش متقله. لا يعني انا شايفاه ان هو من غير احسن العجل بالذات. لكن اللي هو المكور الاحسن له ان هو يتحشي. والله يا جماعه انا النهارده اهوت، انا تاني يوم الكحك اهوت. انا النهارده الكحك عندي احلى من امبارح بكتير. انا بقالي سنين طويله قوي ما عملتش الكحك. بس انا قلت السنه دي الاسعار، كيلو الكحك ب 400 جنيه. طب ليه يعني؟ طب عشان ايه؟ طب هو عمره ما يكون زي البيت. طب ما انا عملت اهو. هو يعني ده كلفني 400 جنيه؟ طب ده الكميه دي كلها ما كلفتنيش 400 جنيه. الكميه دي كلها وكميه كبيره وزودت تاني. مش هقول غير ربنا يرحمنا برحمته. إيه برضو انا بمشي معاكم واحده واحده اهوت، بوريكم علشان خاطر ايه، لو في بنات عايزه تعرف الكحك. انا مش من عشاق الكحك لا انا ولا اولادي، لكن انا قلت لا انا اعمله السنه دي على القناه. بس بصراحه بعد ما لما عملته بصراحه جميل. تحس كده البيت كده مليان خير كده ومفرح ولادي الصغيرين. ده يعني الجمل بتاعتي اهو البندق. البندق ده جاي لي بقشره. انا خدته وسخنته في معلقتين دقيق، حمصتهم في معلقتين دقيق، حطيت فيهم عين الجمل، حطيت دي مع عين الجمل مباشر، وحمصتهم على النار اكني يعني بحمص شويه كمون او شويه كزبره كده زي ما هم في بعضهم كده، لحد ما سخن قوي بس مش يتحرق ولا دي يتحرق. اديله السخونيه اللي هي خلاص. لا هو امسك البندق كده اقشر فيه، لما لقيت قشر اشيله. انا عملته قشرته بكل سهوله، قشرت الكميه كلها. والله يا جماعه الكحك بالبندق وبعين الجمل تحفه تحفه. طب والله غير اللي احنا بنشتريه من بره خالص. طعمه ونفسه جميل، انا شاريه ني. لكن اللي بره ده بيتباع الله اعلم مخزون، في الكحك والبسكوت بيبقى مخزون، مبقاش نفس الطعم ده خالص. انا مستغربه يعني مصدومه بصراحه، مش زي انا كنت بشتري كده وانا مطلعه عندي كده بكل سهوله كده. طبعا انا عماله استخدم العجميه، وما نش عارفه ان انا ان هي هتطلع مش كويسه او هتنشف جوه الكحكه. هي نشفت كده ومش حلوه خالص. فمش كل العسل ومش كل العجميه دي تنفع تنجح مع حد دلوقتي. قبل كده كانت بتنجح وبتطلع معانا جميله، وكنا كمان بنستعملها سندوتشات يعني. يعني بصراحه الواحد انصدم. بص انا بوريكم النقشه من قريب. اه شايفين؟ بكل بساطه. وبصوا كل الشغل كله في ايه، في الايد. انا بس بمسكها كده بقطعها، بسددها من تحت واقفلها، واقوم حاطه فيها الملبن والمكسرات، واقوم جايه ايه قافله كده بالشكل ده. والشغل بايدي بقى بتقفل بسرعه. هي لينه، هي العجينه طريه وجميله وبتقفل بسرعه. شوف بص بكل سهوله، مفيهاش اي مشكله خالص، كلها باحساس. احساس العجينه كله في كف الايد. فالايد بتشتغل لوحدها، مش محتاجة ان الواحد كده يعني ايه حد يعني يعلمه قدامه كده. سهلة خالص وبسيطة خالص. هو بس العقل والعين بيشتغلوا مع كف الايد. بس هو انا بقى مطولة على فكرة، ما بطولش انا كده في المقاطع. بس قلت عشان كله يشوف يعني. إيه اللي اول مرة بتعمل الكحك اول ما عملتهوش، واللي مش قادر يعمله مثلا، مش قادر يشتريه، يعني يشوف الطريقة ويشوف البسيط. انا كده انا على فكره انا وانا بشتغل إيه كان ابني بياخد عليا يسوي، انا ما سويتش ولا كحكه من دول. ابني والله العظيم هو اللي سواهم لي في فرن البوتاجاز، واول سنه في حياتي اسوي كحك في فرن البوتاجاز. احنا طبعا كنا بنسويه في الفرن الفلاحي زمان اللي هو الفرن ابو حطب. والدتي الله يديها الصحه والعافيه هي اللي كانت مسؤوله الخبيز، كانت هي اللي بتقعد قدام الفرن. وبعد كده اتطورت الامور وبقينا نوديه الطابونه. احنا لنا اكتر من 20 سنة مثلا بنوديه الطابونة. لكن دلوقتي خلاص بقى يعني. انا هنا في اسكندرية ما اناش عارفة طوابين شغالة او مش شغالة، مش عارفة حاجة. فقلت انا عشان خاطر كده
هقعد بقى ادوخ نفسي وانزل اسال وانزل اروح واشيل واحط واودي واجيب؟ لا، انا هخش على فرن البوتاجاز والله المستعان. ما انا بعمل فيه مخبوزات كتيره، وبعمل فيه حاجات كتيره. هجربه زي ما تيجي، والنتيجه اللي هتطلع هقول لكم عليها. هو طبعا لا يعلى بس طبعا عن تسويه الطابونه، بس هو ماشي الحال والحمد لله، ورحمني من الغلا اللي بره. انا كنت عشان اجيب كميه كحك كنت على الاقل اجيب مثلا بألف، ألف ونص. طب انا طب ده حرام اصلا، ما ينفعش. وطبعا مهما يقولوا لي بسمنه بلدي عمري ما اصدق. انا عملت اهوت، والحمد لله ولله الحمد. طلع يفوقهم بمليون مره، مش هقول بمراحل، لا مليون مره طبعا. الكحك بره بتاع بره ده لما بيجي لنا، لو قعد مثلا اسبوع اسبوعين مش اكتر، طعمه يغير ومبقاش حلو. لكن كحكنا ده لو قعد سنه تهيألي كده مش هيجرى له حاجه. طبعا لما بحط السمنه مقدوحه مع الدقيق بيسوي لي الدقيق وبيخلي لي الكحكه تعيش ان شاء الله تكون شهرين ثلاثه ومفيش اي مشكله، وما تنعمش. طالما الدقيق السمنه مقدوحه ما تنعمش. لكن لو على البارد ما يعيش كل ده، ينعم بسرعه ويبقى مبدر كده ومش حلو. احنا على طريقه امي وعلى طريقه جدودنا، لازم نقدح السمنه في الدقيق. السمنه تسوي الدقيق. المعلومه دي لازم تبقى كل واخدها وعارفها ومتقنها. وما بيعملش حمو ولا حاجه، والله ما بيعمل اي حمو. هو طالما السمنه نضيفه وكويسه ما بيعملش اي حمو. انا طبعا جايبه سمنه نباتي، بس جايبه سمنه نباتي من نضيف. مثلا انا مستعمله جولدن ميكس. جولدن ميكس مع كيلو زبده. سيحت الزبده الاول، يعني انا جمعت بين البلدي وبين النباتي، فاداني نتيجه روعه. ومنها برضو ما قصرتش برضو مع اولادي برضو، لان احنا قبل كده يعني والدتي الله يديها الصحه والعافيه هي اللي كانت بتعمل لنا الكحك على طول بالسمنه البلدي ومن دون اي اضافات تانية. وما فيش حد يقول لي ده تقيل وحامي ومش عارفه ايه، لا ما فيش الكلام ده طبعا. البلدي بلدي، والبلدي صحي. بس احنا بس عشان الغلا اللي احنا فيه، ما انا ما اقدرش اجي اطلع بفيديو زي ده واقول لواحده تعالي اعملي كيس كحك بالسمنه البلدي، يبقى انا كده مش بوفر لها. لا، انا كده ببقى بجيده. او مثلا يعني كل واحد طبعا ظروفه على قده طبعا. فلازم اشوف طريقه اوصل بيها للكل، يعني يقدر يعمل ويقدر يبقى الامكانيات في برضه ما تبقاش مجهده لحد برضه، وبقى بنتيجه جميله ومرضيه وما شاء الله تحفه، والله العظيم تحفه. انا ما كنتش عارفه ان هيطلع معايا بالنتيجه دي او يديني النتيجه الروعه دي. جرى الفيديو ده من امبارح وقلت مش هنزل بيه الا لما اجرب الكحك النهارده واتاكد منه. طبعا انا كنت بالنهار صايمه، فقلت بعد المغرب لازم اكل منه واشرب منه الشاي. انا واكلاه بقالي دلوقتي 3 ساعات. يعني انا دلوقتي الساعه دلوقتي تقريبا 11. فانا اكلت الاول وكلت كحك بعد الاكل وبالشاي، علشان اشوف هيعمل حمو ولا لا، عشان قبل ما اتكلم كلمه ابقى مسؤوله عنها. بصوا يا جماعه، شوفوا الكحك هنا شكله ايه معايا. والله العظيم قمر قمر قمر. وبصوا، انا مش هقول ناعم او دايب، لا انا ما اقدرش اعمله دايب. انا عندي مثلا ولادي صغيرين وانا ومعانا برضو ناس برضو سنها ما يسمحش بالدايب قوي. انا عاملاه معقول، لا خشن ولا ناعم. وقت ما كان مستوي كان دايب خالص، لكن لما قعد شويه وهدي اداني النتيجه الروعه دي. تحفه، اقسم بالله تحفه. وانا بقول كلام وانا مسؤوله عنه. بصوا اهو، ما قال لي شوفوا القرش ما متسوي في فرن بوتاجاز. والله جميل جميل. وابني كمان اللي مسويه، ابني مش انا عشان خاطر كنت قاعده بقطع، فكنت ما عنديش وقت اعمل كل ده، ما عنديش الجهد ان انا اسهر واقطع واسوي. فكنت هتعب، وعشان في خميره، كانت الخميره ممكن لو غيبته اديت وقت كتير كان ممكن يبقى ريحته خميره اكتر، مبقاش حلو. بصوا كده الشكل، بصوا الجمال. انا قلت اقطعه بالسكينه عشان خاطر ايه، اوريكم قلبه من جوه والحشوه، والبندق باين فيها اهوت. طعمه تحفه. ده انا مش جايبه بندق كتير، انا جايبه ربع وربع. مش طبعا مش غالي مش كتير، بس في سبيل ان احنا هنعمل حاجه جميله وتمنها بره ما بنقدرش نشتريه. هو كده انا عملته باقل التكاليف في البيت، ومش ب8 كيلو بره. والله انا عاملاه مش ب8 كيلو بره. اهو بصوا، انا بوريكم اهوت، معقول وجميل ونضيف وجميل، وهيتنوا من اول كحكه لاخر كحكه بطعمه ولونه.
ونفسه خطير. قلب لي ريحة البيت والله العظيم، قلبه بجماله. انا هنا حطيته بعلبة بلاستيك محكمة الغلق، قفلت عليه كده، هتنوا معايا من اول كحكة لاخر كحكة. الحبة اللي باكلهم اول باول، لو عايزة احط لهم سكر احط لهم سكر، لكن ما اقدرش احط سكر على ده واركنه، دي مهمة. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، واعملوا بقى لايك واشتراك، واشوفكم على خير.